اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة عندنا طريقة عمل العيش المصري البلدي، ودي المقادير. ممكن نستخدم دقيق اسمر او دقيق ابيض، بس هو يفضل الاسمر. عندنا نص كيلو دقيق ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ورشة ملح. هننزل بيهم على الدقيق ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده عندنا المية، حوالي كوباية مية، او ممكن دقيق يحتاج مية زيادة او اقل على حسب نوع الدقيق. المية تكون مش سخنة ولا باردة، دافية. وبعد كده اول ما العجينة تبقى متماسكة معانا بالشكل ده، بتكون طرية ما بتلزقش في الايد، هنبتدي نغطيها ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة من ساعة لساعة ونص. وبعد ما بتخمر بتكون بالشكل ده، وناخد العجينة بتاعتنا نقطعها لقطع متساوية ونعملها كور بالشكل ده، ونحطها في صينية تكون مدهونة خفيف بالزيت. وأهم حاجة نغطيها حوالي نص ساعة عشان تخمر تاني. ولما بتخمر بتكون معانا بالشكل ده، وبيكون شكلها كده تقريبا بيتضاعف حجمها مرتين لتلاتة. هنبتدي ناخد قطعة قطعة ونرش بسطح فيه دقيق وعلى النشابة دقيق، ونبتدي نفردها بشكل مدور بالشكل ده. والسمك بتاعها بيكون تقريبا بالشكل ده، بتكونش تخينة نهائي. وعندنا طاسة مسخنينها على درجة حرارة متوسطة، وعندنا الشبكة. الطاسة يفضل تكون سيراميك أو تيفال، والشبكة نحطها على حاجة فرق بينها وبين النار. يعني ممكن نحطها مثلا على صينية بتاعت تشيز كيك، أو أي صينية تكون تعمل فرق بينها وبين النار. أول حاجة هنحط العيش بتاعنا في الطاسة، وأول بس ما يتشمع معانا من الناحية دي ومن الناحية دي هنقلبه. أهم حاجة إن العيش عشان يبتدي يعلى على الشبكة ما يتحرقش نهائي في الطاسة، يكون أبيض بالشكل ده يتشمع بس. ودلوقتي هنحط العيش بتاعنا على الشبكة، وأهم حاجة يكون في فاصل بينه وبين النار بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي العيش هيبتدي يعلى معانا، ودلوقتي الحرارة دخلت جوه العيش وابتدى يتنفخ ويستوي من جوه. وبكده اول ما يبتدي يعلى معانا يبقى العجينة كده تمام نجحت، والعيش دلوقتي نجح. واحنا ممكن نساعده، يعني لو في حتة في العجينة مش مفرودة ممكن ندوس شوية من الجنب بالشكل ده عشان يعلى معانا. واول ما يبتدي ياخد وش من الناحية دي ومن الناحية دي على طول نشيله عشان ما ينشفش معانا على النار. وبعدين بيكون بالشكل ده، ونبتدي برضو ده رغيف تاني، وهكذا نعمل الكمية كلها اللي عندنا بنفس الطريقة. وده في النهاية شكل العيش بتاعنا من جوه، بيكون طري جدا وجميل جدا، وممكن نستخدمه في أي وقت ومع أي أكل نحبه. وأتمنى حضراتكم تجربوه، وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة بس على مطبخ السعادة. بتمنى الفيديو كان عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. وممكن تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أمام حضراتكم. وانتظروا المزيد من الأكلات الجميلة على مطبخ السعادة.